السلام عليكم. اي واحد عارف راسو غادي يربح معاك الفلوس، غادي يعاملك مزيان بوجه مبتسم. ولكن فاش كتكون فقير وما عندك ما تعطيه، هنا المعامله كتبدل. وسير جرب دخل شي كلينيك، غادي تشوف المعامله وقارنها مع المعامله في المستشفى العمومي. سير لعند شي دايبي مثلا، ولا سير لعند شي نجار ولا مطلم ولا اي واحد عارف راسو غادي يصور معاك فلوس، كتلقى المعامله ديالو معاك في قمه الادب والاخلاق. اما الا ما كان عندك ما تعطيه، هنا كتولي بالنسبه ليه ما عندك حتى شي قيمه. وهنا خصنا نوقفوا ونراعيو. الدين ديالنا الاسلام ماشي هكذا قال لنا نتعاملوا مع الناس. الله سبحانه وتعالى قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وقال واحفظ جناحك للمؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني الأصل في المعاملة هو العدل والإحسان، سواء كانت عندك مصلحة في ذاك الشخص ولا ما عندكش، خاصك تتعامل مع الجميع بنفس المعاملة الطيبة. القيمة ديالنا كمسلمين ماشي في المصلحة، ولكن كيفاش نتعاملوا مع الناس كاملين، خصوصا الفقير والمحتاج، حيث هنا كيبان المعدن ديال الأخلاق ديال بصح. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.